والله الشخص اللي في الصورة ده أنا لما كنت بعدي في كواي أو على تيك توك بشوفه، بس معرفش مين هو والله. فلقيت في ضجة جامدة كده على المواقع وعلى الجرايد، ومليون جنيه غرامة من أشرف زكي إن ده مثل طب ما كل الناس بتمثل والتافهين كلهم بيمثلوا، اشمعنى ده يعني؟ دخلت أشوف إيه ده، لقيت الكائن ده عمل ترند في مصر من شباب مثقف ومتعلم. بني آدم الفاسل ده اللي شبه خواجات سينما الدرادر عندنا اللي كانوا بيقفوا بالسلسله واللبانه ويقول لك اجيلك طبعا انتوا فاهمين الكلام ده. ازاي ده يبقى يوصل للترند؟ انا مش عارف. ازاي انت كانسان مثقف ومتعلم، حتى لو نص علام يا اخي، حتى لو انت خدت شهاده مش مثقف، ازاي انت تتفرج على ده؟ يعني اديني عقلك كده انت كانسان. ده ايه ده اللي انت تتفرج عليه او ان انت تشوفه؟ انا مش عارف. والله العظيم ثلاثة انا ما عارف الشخصية دي يعني. انا مش يعني ده احنا مش وصلنا لأرضى مستويات، لا ده احنا عدينا ده بمراحل يا فندم. ما افتكرش في دولة من دول العالم يبقى الهيافة دي عندها ترند الا الدول العربية. والله العظيم ثلاثة، ان زي واحد زي ده يبقى ترند مش هيبقى موجود الا في الهيافه اللي احنا فيها دلوقتي بتاعت الدول العربيه. بس انا بعمل الفيديو ده عشان انا مدين باعتذار انا وكل جيلي للاجيال اللي طالعه اللي بتشجع ده، لان احنا فعلا ما عرفناش نربي، لان احنا اللي فشلنا في تربيتكم. عشان كده انتوا وصلتوا ان انتوا ترفعوا المستوى الفاشل ده وتساندوه وتعملوه ترند. فسامحونا بجد، ويتوب علينا ربنا من الاشكال دي والله. وفعلا يا امه ضحكت من جهلها الامم، يتوب علينا ربنا.